الجريمة اللي هعرضها النهاردة جريمة غريبة جدا، مش جريمة حصلت في مسلسل وإنما جريمة على أرض الواقع. أحداثها مش ممكن تتخيلوا علشان إيه يدخل 2 من الشباب في خناقة كبيرة جدا، وفي النهاية يموت شاب زي الورد. علشان خاطر ايه؟ مش هتتخيلوا. عشان خاطر بنت. ايه السبب وايه الجريمة ومين طلبة دول؟ المصيبة ان هم طلبة وفي مكان راقي جدا. البداية لما جاء بلاغ لمديرية أمن القاهرة. البلاغ كان محتواه إن حصلت خناقة ما بين شابين قدام بوابة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. طبعا هما بيحسبوا ناس كده، يعني هما بيحسبوهم ناس عادية أو خناقة كده هوت عادية للناس أسفة الصيع اللي في الشوارع ولا كده. بس للأسف دول طلبة من مكان راقي جدا، دول طلبة جوه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، يعني طلبة مستوى. طيب ايه حكاية الطلبة دي وهل خناقة طلاب وكده؟ لا، الموضوع أكبر من كده بكتير. ده كان في سلاح أبيض، تحديدا مطوة كانت مع القاتل اللي فوق دوت، ودخلوا في خناقة. وللعلم ال- الطالب المتوفي محمد هاني. محمد هو بطل، هو اصلا لاعب جودو في نادي الشمس وكمان اخد بطولات كتيرة جدا. هتقولولي بطل ما قدرش يدافع عن نفسه؟ يا جماعة كان في سلاح وممكن اي لحظة غدر كده ما تنفعش فيها لاي بطولة ولا اي هباب. طيب ايه اللي حصل وليه حصلت الخناقة دي ما بينهم قدام باب الاكاديمية؟ بسبب الخناقة على بنت. طبعا الناس المقربة منهم هم قالوا ان السبب خناقة على فتاة، وكانت الفيصل ما بين الموضوع ده، او كان الفيصل ما بينهم في الموضوع دوت هو السلاح اللي كان في ايد القاتل دوت، وهو المطوة اللي طعنه 3 طعنات. طعنة فيهم جت في القلب، دي اللي أودت بحياته فورا. لما وصل البلاغ للشرطة في مديرية أمن القاهرة تحديدا، وصلت على طول للمكان وعملت كردون أمني، ولقت الشاب محمد هاني غرقان في وسط بركة من الدماء. ومش بس كده، ده كمان ان هو كان لفظ انفاسه الاخيره. حسبي الله ونعم الوكيل. انا مش فاهمه ايه عقول الطلبه دول، انتوا رايحين تتعلموا ولا رايحين تتنيلوا تتخانقوا على بنات؟ ولا غير كده وكده كمان اسلحه في مكان طلبة علم، يعني في وسطهم يبقى معاهم اسلحه ومكان راقي زي كده؟ يعني دول مفروض زي ما بيقولوا وش الكريمه بتوع الطلبه اللي بيبقى في الاماكن الغاليه اللي زي دي. بس الظاهر هم بقى مش مركزين مع ان اهلهم بيصرفوا كام ولا ايه، لا هم مركزين مع البنات، وانا هستعرض نفسي بايه وانا معايا ايه وده عربيته ايه وده فلوسه ايه. وهذه النهاية، واحد هيخش السجن والتاني الله يرحمه يصبر اهله. الشرطة طبعا فورا عملت كردون امني زي ما قلت حوالين منطقة الحادث، وتم التحفظ على كل كاميرات المراقبة اللي سجلت لحظات الجريمة من أولها لنهايتها. وتم نقل جثمان الطالب محمد هاني الله يرحمه للمشرحة، وده بعد ما طلع قرار من النيابة اللي هي أمرت إن هو يتم تشريح جثمانه لبيان السبب الكامل للوفاة. وطبعا إن كان معروف من البداية هو إيه السبب يعني الكامل للوفاة، خناقة بنات، وفي النهاية الطعن ومات الله يرحمه. ان شاء الله هيجي حقه من القاتل، واتمنى ان المواضيع بقى دي تختفي لان بجد ابتدت تنتشر. دول مش رايحين يتنيلوا يتعلموا، دول رايحين يستعرضوا نفسهم، وادي نهاية مأساة.